فاكرين الفيديو ده؟ ابوس ايدك ما تتعلمش جرافيك ديزاين، السوق رطرط يا معلم. اتعلم ميد جيرني، اتعلم ازاي تعرف تعمل جرافيك ديزاين بالاي اي. الفيديو ده كان من سنتين لما كنت بقول لكم بلاش ندرس فوتوشوب وبلاش نضيع وقت في حاجه بالفعل اتفرمت في السوق، وخلينا نذاكر توليد الصور والفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وان ده المستقبل اللي جاي. ولو ان انت بتفهم فوتوشوب اتحول بسرعه اتعلم اي. الكلام ده من سنتين. اظن النتيجه واضحه دلوقتي وقدامكم جميعا. مفيش حد فينا ما بيسالش تشات جي بي تي كل يوم على حاجه. النهارده بقى بقول لك بلاش تدرس اس اي او، بلاش تضيع وقتك في السيرش انجن اوبتمايزيشن، وروح اتعلم بسرعه جي اي او، جنريتيف انجن اوبتمايزيشن. ما هو ناس كتيره النهارده ابتدت تستعوض عن البحث في جوجل السيرش، يعني بانه يروح على طول على اداه الذكاء الاصطناعي المفضله ليه ويسال على الحاجه اللي هو عايزها. فبالتبعيه ما بقاش في ناس كتيره بتدخل على المواقع زي الاول، بقينا بنسال الاي اي وهو ممكن يقترح علينا بعض المواقع. يعني دور الاس اي او عمل الخوارزميات او الكي ووردز المظبوطه على المواقع بشكل معين علشان تطلع في اوائل البحث في جوجل، الدور ده ابتدى يقل. وبدل ما بقينا عايزين نقنع الخوارزميات بتاعت جوجل انه يطلع الموقع بتاعي الاول، بقينا محتاجين نقنع الاي اي ان هو يقول للي بيساله على المواقع بتاعتي. هنا الموضوع اختلف. ده الاتجاه الجديد واللي ناس كتيره حاليا بتعتبره الاس اي او القادم. ليه بقى؟ انت مثلا كنت عايز تشتري برنيطه عليها ارنب، فبتدخل على جوجل بتكتب برنيطه بلس ارنب وشويه الحاجات اللي بنكتبها كده في السيرش انجن، فبيقوم مطلع لك شويه نتائج، منها نتائج من على امازون، من على جوميا، او بعض النتائج التانية اللي بتتكلم على جمال البرنيطه اللي فيها ارنب. النهارده بقى الناس اللي بتدخل على تشات جي بي تي، ديب سيك، جيميناي او غيرها، وكتير مننا بيعمل كده، هيدخل يقول له يا جيميناي او يا تشات جي بي تي انا بفكر اطلع البحر الشهر الجاي وعايز اجيب برنيطه عليها رسمه زي الارنب او حاجه شبهها او حاجه كده تبقى مطرقعه. ايه احسن الاماكن اللي اقدر اجيب منها؟ ولو عايز اشتري اونلاين او عايز اشتري من بره ترشح لي ايه؟ هنا بقى تشات جي بي تي مش بيعرض قائمه مواقع زي جوجل، لا ده بيرد عليك باجابه كامله. مبدئيا بيوافقك الراي، قد ايه ان البورنيطه اللي عليها ارنب هيبقى شكلها حلو جدا تحت شمس الصيف، وقد ايه هتحجب شمس الصيف عنك، وقد ايه هيبقى شكلها لطيف جدا وانت على البيتش. ويبتدي يجيب لك بعض الاجابات اللي هو متدرب عليها او عن طريق مصادر موجوده بالفعل اونلاين. انت هدفك بقى ان المحتوى بتاعك يبقى موثق عند الاي اي. فهتعمل ايه بقى؟ مبدئيا لازم تفهم الاساسيات، تدخل كده تذاكر الفرق بين الاس اي او والجي اي او، الفكره هنا والفكره هنا. تاني حاجه بقى لازم تركز عليها المحتوى، ثم المحتوى، ثم المحتوى. ما هو الموضوع ما بقاش شويه اقتباسات وباك لينكس وكيورد بتتكرر في كام حته. لا، انت هنا مش بتحاول تقنع خوارزميه، انت هنا بتعمل حاجه تانية خالص. انت بتحاول تقنع اداه ذكيه بالفعل، مش هيضحك عليها يعني. علشان كده بقول لك المحتوى مهم جدا دلوقتي. وبعدين المحتوى بقى اللي انت تعمله لازم تبقى ذكي. الناس بتسال تشات جي بي تي فالتشات جي بي تي بيرد عليهم، يبقى المحتوى بتاعك لازم يبقى مبني على شكل اسئله، فيبقى في سؤال وفي اجابه. يقوم الذكاء الاصطناعي لما يجاوب يقدر يستخدم جزء من الاجابه بتاعتك. طبعا التكنيكال ايشوز بقى بتاعه المواقع والسرعه بتاعتها وبتاع دي حاجه اساسيه كده كده، لكن لازم نركز في الصور والفيديوهات اللي بنحطها على الموقع. الاول كنا بنستخدمها علشان نقرب الصوره للمستخدم لما يدخل وحاجه كده بتجمل الصفحه، لكن النهارده الاي اي بيدرس الصوره دي وبيدرس الفيديو ده وبيحلله. فلازم الصوره او الفيديو، الوسائط المتعدده يعني المالتي ميديا اللي انت بتستخدمها في الموقع بتاعك، لازم الحاجات دي تكون ليها علاقه قويه بالمحتوى وبالحاجه اللي انت بتحاول تبيعها او تحاول تسوق لها. وبعدين بقى في الاخر لازم تبقى فاهم ان الكي بي ايز اللي انت بتشتغل عليها مع جوجل اختلفت. يعني ما بقيناش دلوقتي بنحسب الامبريشنز بتاعت النتيجه بتاعتك بتطلع قد ايه في جوجل، بقينا بنقيس عدد المرات اللي المحتوى بتاعك بيظهر فيها في ادوات الذكاء الاصطناعي. في كورسات كتيره على فكره موجوده اونلاين، يعني بمجرد بس ما تكتب جي اي او كورسز هتلاقي حاجات كتيره على يوديمي وعلى غيرها. فهفكرك تاني، السوق اللي مليان في ناس كتيره بتعمل نفس الحاجه سعرهم بيقل، وتبتدي المنافسه بتبقى قويه جدا وشرسه. علشان كده حاول دايما ان انت تكون اول واحد في الترندات الجديده، في البيزنسز الجديده. يعني تخيل مثلا تبقى انت من اوائل الشركات او من اوائل الاشخاص اللي بيقول انا هخلي المنتج بتاعك يطلع على تشات جي بي تي. في كام واحد هيجي لك وقتها؟ حط السعر اللي انت عايزه.